ميخائيل فريدمان الملياردير اليهودي الروسي الذي قدرت فوربس ثروته بأزيد من 17 مليار دولار عام 2014. رجل أعمال جمع ثروته من النفط والمصارف والاتصالات، وخاصة مجمع فيمبلكوم، المؤسسة التي دخلت مصر للاستحواذ على أوراسكوم تيليكوم المصرية بفروعها 13 مقابل 3.8 مليار دولار، ودخلت الجزائر لتبيع 51% من فرعها الجيزي للحكومة مقابل 3 مليارات دولار، بتواطؤ من مسؤولين جزائريين تقاضوا عمولات ما بين 100,000 ونصف المليون دولار مقابل بيع الذمم ووضع أموال الجزائر في يد اليهودي الروسي، وخدمة لمشاريعه الاستيطانية لصالح الإسرائيليين على الأراضي الفلسطينية، وتمويلا لجوائز نوبل التي استحدثها لتكريم اليهود. هكذا إذن يستغل هامش 51% من قبل ذكاء اليهود وبفضل خيانة العملاء لاحتلال واستيطان دولة بأموال دولة قالت أنها دائما مع فلسطين.